بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي وأخوتي، لقاء ثالث في نصائح هامة في عالم الطبخ. طبعا اخترت مباشرة 100 جرام رز طويل، 100 جرام رز قصير. رح أشوف هلا حاليا، رح أنقعهم لحتى أجهزهم للطبخ. عملية النقع هذه خلينا نقول خاصة للناس اللي ما بيحبوا يحطوا للرز مثلا سمنة أو زيت أو زبدة، بيتبعوا حمية معينة، بيتبعوا دايت معين. هالأمر هذا كتير مفيد لهم، لأني رح نطبخ هذا الرز بالماء فقط. رح أخذ مباشرة الرز الطويل، رح أشوف شلون لازم يعني أنقعه. أول شيء الرز الطويل رح أجيب معلقة كبيرة من الملح وأحطها فوق هال 100 جرام من الرز. بعدين معلقة كتير كبيرة من الخل وأحطها كمان فوق الرز. هلا حاليا رح أصب ماء. بعد ما صبيت الماء رح حركه بإيدي بشكل مستمر طبعا، ورح أشوف إني الرز رح يتغير لونه ويصير لونه شفاف أبيض. طبعا رح تاخد مني هالحركة هي للرز الطويل فقط طبعا حوالي 3 دقائق، وأنا عم بحركه لحتى يصير أبيض شفاف مثل ما لكم شايفينه. شوف شلون صار. طبعا بعد ما أحركه لمدة 3 دقائق أو دقيقتين أو 3، السبب في إني أنا اخترت الملح واخترت الخل. طبعا في دراسات بتقول إني ممكن الرز يحمل مادة الزرنيخ، ممكن يحمل مادة الرصاص، ممكن يكون مضر، ممكن الأطفال اللي عم تناولوه ممكن. دراسات أنا اطلعت عليها كلها وشفتها وآراء، وشيء ما هو مثبت يعني. سبحان الله. فطريقة اللي إني أنا أغسل الرز بالملح والخل طريقة جدا فعالة أنا شفتها، وهي أول مرة تعرض، يعني هي أول مرة تعرض على اليوتيوب. بعد ما غسلته وظبطته لمدة دقيقتين 3، الآن أنا فيني مثلا كب المي بعد ما كبيت المي هلأ حاليا فيني أنا أحط مي عادية. أنا أعود مي عادية وأغطيه لمدة يعني ساعة كاملة لحتى يصير جاهز. ممكن أغير المي بعد نص ساعة، بعد 3/4 ساعة، ولكن الطريقة إني أنا غسلته بالمي والملح والخل لسببين اثنين. السبب الأول إني الحباية إذا كانت فيها شيء من الليونة أو من رطوبة الملح شدها. الأمر الثاني كثافة الملح بتخلي إذا في شوائب في ضمن الرز، في أمور أو شيء غريب في الرز، ممكن أبدا يطوف على الوجه وأنا أكبه. خلصنا من الرز الطويل. هلأ حاليا راح نجيب الرز القصير ونشوف له طريقة مختلفة تماما. الرز القصير بنعرف نحن إني فيه كمية النشا كتير كبيرة. إيش لازم أساوي؟ أول شي لازم أتخلص من النشا وأحط مي أول شي فقط لا غير، وأحرك الرز بشكل مستمر لحتى أتخلص من النشا. راح أشوفه إنه عم بتغير ويصير لونه أبيض لمدة دقيقة. مجرد ما صار بهالطريقة هي بكبه وبرجع أيضا بزيده تاني مرة مي لحتى أتأكد إني النشا نضف منه بشكل جيد. هلأ بعد ما تاني مرة شفت إني المي بلشت تكشف شوي، ممكن أحط نفس المقدار معلقة ملح كبيرة ومعلقة خل كبيرة وأحركه بنفس الطريقة حتى أحصل على حباية شفافة بيضة. إذا معلقة ملح كبيرة، معلقة خل كبيرة،
وهلأ حاليا بضيف له المي لحتى إذا فيه شوائب أو الحباية فيها شيء معين من الرطوبة تقسى وتصير جاهزة لأني أطبخها بشكل جيد. إن شاء الله هذه النصيحة بتفيد كتير ناس ما بيحبوا يحطوا للرز لا زيت ولا سمنة ولا زبدة. إن شاء الله في الحلقة القادمة رح نشوف شلون رح ينطبخ الرز بعد هالطريقة اللي عبدلكم عليها. إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله على طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.